السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنبتدي مع بعض مشروع سهل خالص وبسيط خالص جدا جدا جدا، زي ما احنا متعودين مع بعض ان دايما مشاريعنا بنحب نعملها سهلة وزي ما بنقول كده في متناول ايدي الجميع. المشروع النهارده هي وحدة، هنعمل بلوزة من وحدة جراني السداسية. بصوا، يعني ايه سداسيه؟ يعني من 6 اضلاع، يعني المربع اللي بنعمله بيبقى له 4 اضلاع. لا دي 6، ادي واحد، لا هنبتدي ادي 1 2 3 4 5 6. تمام، دي هنعمل منها بلوزه سهله خالص بسيطه خالص. هنتعلم مع بعض كمان ازاي تعمليها بمقاس من اول بيبي لسه مولود لغايه ما تعمليها ليكي انتي باي مقاس، سهله جدا جدا جدا. انا هشتغل معاكم بخيط كوتون جولد ستوك. الخيط ده استوكات كوتون جولد، هو حلو قوي الستوك، تحفه 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 تحفه. واللي مش عارف يعني ايه ستوك ومش عارف ايه الفرق بين الاستوكات وبين الخيوط اللي هي الستاندر، هحط لكم في صندوق الوصف فيديو كنت عاملاه بشرح فيه ايه هو يعني ايه ستوك وايه الفرق بين الخيط الستوك والخيط الستاندر. ماشي، ده خيط كوتون جولد ستوك، كنت جايباه من جروب عطر الجنه داليا الجمسي. ماشي، هي بصراحه عندها تشكيله فظيعه. الخيط ده عندي تقريبا بقاله يجي سنه ونص، وجه اوانه بقى ان احنا نشتغل بيه. البلوزه هتاخد كام وحده من الوحدات بتاعتنا دي؟ هعوز 14 وحده. طيب 14 وحده، طب لو انا هعمل مقاس اصغر اعمل 13؟ لا، هما ال 14 وحده. طب لو هعمل مقاس لطفله وهعمل مقاس لواحده لمامتها، برضو هما ال 14 وحده. هما ال 14 وحده. البلوزه مكونه من 14 وحده من دول. البلوزه انا هعملها دلوقتي لمقاس 5 سنين، هتاخد تقريبا 160 170 جرام 180 جرام على حسب الخيط وحسب شدة الإبرة بتاعتك. طيب لو انت هتشتغلي بخيط تاني غير الكوتون جولد، هتشتغلي بديفا، هتشتغليها شتوي، هتشتغليها بأي خيط عندك ينفع، هتعملي بنفس الطريقة وبنفس اللي هقوله، مع اختلاف المقاس هنشوفه ازاي. هتجيبي الاول بلوزه للطفله اللي تشتغلي ليها، او للحد اللي هتشتغلي ليه. وليكن كده، ادي دي بلوزه عندي. هتعملي الوحده بنفس الطريقه اللي انا هقول عليها، وتحطي الوحده كده ماشي هنا. وادي الوحده، هو الصدر من فوق مكون من وحدتين. تمام وحدتين. طيب الوحدتين اهم، بصوا شايفين المقاس عندي؟ بصوا لما اجي اجمعهم مع بعض، ادي الوحدتين اهم مقاس البلوزه من فوق. يبقى انا كده عندي البلوزه دي مظبوطه. طيب افرضي انا هعمل مثلا لبنت اكبر من ال5 سنين، وهتبقى كده هحط وحده؟ لا، هزود سطر في الوحده دي وسطر في الوحده دي. وطبعا ده بناء عليه هيبقى يعني عدد سطور الوحده هو اللي هتمشي عليه كل الوحدات. يعني انا الوحده بتاعتي دي مكونه من 7 سطور. ماشي، لو هتكبري المقاس عن كده هتبقى 8 سطور، هتكبري اكتر من كده هتبقى 9 سطور، وهيبقوا ال 14 وحده كلهم بنفس العدد. يعني اول وحده او اول وحدتين هتعمليهم تاخدي عليهم المقاس، ماشي، هيبقى بناء عليه او هيترتب عليه بقيه الوحدات كلها بنفس المقاس. وحداتنا كلها مقاس واحد. تمام، يعني انا دلوقتي لو هعمل لبنوته اصغر من البنوته دي، هصغر السطور بتاعه الوحده، هقلل من دي. يعني دي 7 هنخليهم 5. ماشي، هكبر بدل ما هي 7 هخليها 8 9 10 براحتك. ادي فرق المقاس. بس مش هتزودي وحدات، هتزودي سطور في الوحده. هنسمي بالله ونشوف هنبتدي نعمل الوحده مع بعض ازاي. طلعت الخيط اهو من قلب البقره. في حاجه حابه انوه عنها مهمه جدا، لما تيجي تشتغلي وحده جراني حاولي تعملي البدايه بسلاسل، مش بدايره سحريه، علشان تبقي مأمناها كويس قوي. ماشي، هنعمل مع بعض عقده البدايه ونعمل 6 غرز سلسله. ادي 1 2 3 4 5. انا زي ما قلت هشتغل بخيط كوتون جولد ستوك، ماشي، وابره مقاس 3. نسيت اقول لكم، عملنا ال6 1 2 3 4
5 6 6 غرز سلسلة. وهاجي في اول غرزة سلسلة عملتها هدخل واعمل منزلقة. الفتلة دي بمسكها معايا كده مع الشغل، وبطلع هنا 3 سلاسل ارتفاع، ودول بيبقوا معايا اول عمود. باخد لفة على الابرة وبدخل اعمل كمان عمودين، ادي عمود بلفة وبعدين عمود بلفة. تمام كده بقى معايا 3 اعمدة، اللي هو اول سلاسل ارتفعنا بيها دول عمود، واللي بعديها عمود، واللي بعديها عمود، كده 3 اعمدة. بعمل سلسلتين وبدخل اعمل كمان 3 اعمدة، 1 2 3، وبعدين سلسلتين وكمان 3 اعمدة. خدي بالك الخيط انت شغاله عليه اللي هو انت اللي خيط البدايه ده احنا شغالين عليه. 1 2 3، وبعدين سلسلتين، وبعدين تاني 3 اعمده. هكرر الموضوع ده او وحدات ال3 اعمده دول ماشي كم مره؟ عايزه يبقى معايا 6 تكرارات. يعني انا عملت اول 3 اعمده اهم، تاني 3 اعمده، تالت 3 اعمده، رابع 3 اعمده، كده انا معايا 4 ماشي. هعوز كمان 2 مكونين من 3 اعمده. عملت السلسلتين هدخل اعمل كمان 3 اعمده، ادي 1 2 3، وبعدين سلسلتين. في فراغ في النص، ايوه هي بيبقى فيها فراغ في النص كده ماشي. سلسلتين كمان وبعدين بعمل 3 اعمده، ادي 1 2 3. تمام كده يا بنات. كده انا بقى معايا كام واحده؟ ادي 1 2 3 4 5، وادي الستة الاخيره. بعمل بعد كده سلسلتين وبقفل في اخر سلسله من ال3 بتوع السلاسل الارتفاع. هنا بدخل في اخر سلسله فيهم اهي وبعمل منزلقه فيها، وبشد الخيط سنه صغيره، ما بقفلش الدايره خالص، بس بصغرها شويه كده. هي بتبقى معايا كده كانها ورده كده. بعمل ايه؟ انا قفلت هنا وعايزه ابتدي الغرزه بتاعتي من هنا. هعمل ايه؟ همشي هنا غرز منزلقه لغايه ما اوصل لنص الفراغ ده اللي هما سلسلتين اللي كنا سايبينهم هنا. طيب هعمل ايه؟ هدخل في الغرزه اللي عليها الدور دي واعمل منزلقه، واللي بعدها اهي واعمل منزلقه، وباجي في الفراغ هنا ماشي وبرضو بعمل منزلقه. اديني وصلت للفراغ، بطلع 3 سلاسل ارتفاع، وده بيبقى كانه اول عمود، وادخل اعمل كمان عمودين، ادي عمود وادي عمود، بعدين سلسلتين، وفي نفس الفراغ بعمل كمان 3 اعمده، ادي 1 2 3. تمام كده. وبعدين سلسله واحده، وبروح على الفراغ اللي بعده، بعمل 3 اعمده، سلسلتين 3 اعمده، ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، وبعدين سلسلتين، وبعدين 3 اعمده في نفس الفراغ، ادي 1 2 3، وبعدين سلسله واحده. بعد ما عملت سلسله واحده بروح على الفراغ اللي بعده بعمل فيه 3 اعمده، سلسلتين 3 اعمده، 2 3، وبعدين سلسلتين، وفي نفس الفراغ بعمل 3 اعمده، وبعدين سلسله واحده، واجي في الفراغ اللي بعده هنا بعمل 3 اعمده، سلسلتين 3 اعمده، وبعدين بسيب سلسله واحده، وهنا نفس الموضوع 3 اعمده، سلسلتين 3 اعمده، وبعدين سلسله واحده، وفي الفراغ اللي بعديه بعمل 3 اعمده، سلسلتين 3 اعمده، وبعدين سلسله واحده، واقفل هنا. هخلص دي واوصل معاكم هنا ونرجع مع بعض ان شاء الله.
بعد ما خلصتهم خلاص كلهم اهو، بعمل هنا سلسلة وباجي في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، ماشي اهي، وبدخل اعمل منزلقة. كده خلصت تاني دور في الوحدة بتاعتي، ادي اول دور وادي تاني دور. بعمل ايه؟ انا بشتغل زي المرة اللي فاتت، انا بشتغل من منتصف الصدفة، فهمشي برضو بمنزلقات لغاية ما اوصل لمنتصف الصدفة. ادي اول منزلقة، منزلقة تالتة هنا من منتصف الصدفة، وبطلع 3 سلاسل ارتفاع، وبعمل برضو عمودين مع العمود اللي هو بتاع سلاسل الارتفاع، كده بقوا 3، وبعدين سلسلتين عمودين، قصدي 3 اعمدة سوري، ادي التاني وادي التالت. طيب وبعدين بعمل سلسلة. الفراغ بقى اللي بين الصدفتين، مش اللي فوق الصدفة او اللي في منتصف الصدفة، لا اللي بين الصدفتين، بعمل فيه ايه بقى؟ الفراغ ده اللي اتوجد عندي وهيزيد معايا كل سطر، هيزيد في الوحدة. الفراغ ده هعمل فيه ايه؟ عملت هنا بعد ما خلصت الصدفة بتاعتي عملت سلسلة، وبروح في الفراغ اللي بين الصدفتين بعمل فيه عمودين بس، ادي عمود وادي التاني، عمودين فقط اهم. بعد كده بعمل سلسلة واروح على الفراغ اللي في منتصف الصدفة، في المنتصف اهو، بعمل هنا 3 اعمدة، بعمل صدفة تانية برضو مكونة من 3 اعمدة، سلسلتين 3 اعمدة، سلسلتين 3 اعمدة، 2 3، وبعدين سلسلة. بعد كده بروح بيقابلني فراغ اللي في منتصف، اللي مش اللي في منتصف الصدفة، لا اللي بين الصدفتين، ادي صدفة وادي صدفة، في فراغ اهو بينهم، بدخل اعمل فيه عمودين بس، ادي عمود وادي التاني، بعدين سلسلة. بعد كده بيقابلني ايه؟ بيقابلني الصدفة، بدخل اعمل في الصدفة صدفة مكونة من 3 اعمدة، سلسلتين 3 اعمدة. يا رب الشرح يبقى واضح وسهل وبسيط عليكم. ادي عملت 3 اعمدة سلسلتين، هنعمل 3 اعمدة برضو في نفس الصدفة، 2 3. همشي بقى بنفس الطريقة دي، سلسلة، الفراغ اللي هيقابلني اللي هو بين الصدفتين بدخل اعمل عمودين، وبعدين سلسلة، وبعدين فوق الصدفة صدفة، وبعدين سلسلة، وبينهم عمودين، سلسلة، وفوق الصدفة صدفة، وهكذا لنهاية الدور. هخلص الدور ونرجع مع بعض ان شاء الله. خلصت الدور اهو. بعد كده بعمل طبعا السلسلة اللي هي ايه؟ السلسلة اللي بين كل واحدة والتانية، وبدخل فوق تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع وبقفل بمنزلقة، وادي كده الدور التالت في الوحدة خلص. برضو زي ما بنقفل هنا وعايزين نبتدي الدور الجديد بتاعنا من منتصف الصدفة، بنعمل نفس اللي بنعمله كل مرة، وايه بندخل نعمل منزلقات لغاية ما نوصل لمنتصف الصدفة. ادي اول منزلقة، ماشي، وادي بقينا كده في منتصف الصدفة، بطلع ب3 سلاسل الارتفاع وبعمل صدفة فوق الصدفة، سلسلتين، وادي ال3 اعمدة تاني 3، وبعدين سلسلة. بعد كده هنا بين الصدفتين اتكون كام فراغ؟ ادي فراغ التاني، هنا كان في الدور اللي قبله فراغ واحد، كل دور بتزيديه في الوحدة بيكون عندك الفراغ اكتر، ماشي. انا عملت سلسلة، هاجي في اول فراغ هيقابلني هعمل فيه عمودين، ادي التاني، وبعدين سلسلة، الفراغ اللي بعده هعمل فيه عمودين كمان، 2، وبعدين سلسلة. هيقابلني بعد كده ايه؟ الصدفة، بعمل صدفة فوق الصدفة، 3 سلسلتين كمان 3 أعمدة، وبعدين سلسلة. بيقابلني الفراغ، أول فراغ هيقابلني ده أهو، بعمل فوقه سلسل فيه سلسلتين، واحد عمودين قصدي سوري، عمودين، وبعدين سلسلة. الفراغ اللي بعد بعمل فيه عمودين برضو،
وبعدين سلسلة، وبيجي بعد كده بعمل صدفة فوق الصدفة، وبمشي بنفس التسلسل ده لنهاية الدور. الفراغات اللي بينهم بعمل فيها عمودين، لكن فوق الصدفة بعمل صدفة. هخلص الدور الرابع ده ونرجع مع بعض ان شاء الله. هنا خلصت الدور خلاص اهو. هنقفل بمنزلقة زي كل دور في تالت غرزة او في تالت سلسلة. بعد ما بقفل بمنزلقة برضو بعمل نفس اللي بعمله كل دور، بمشي كده بمنزلقات اهو واطلع بالصدفة، وبفضل ماشية بنفس الطريقة دي بقى لغاية الوحدة دي ما تبقى المقاس اللي انا عاوزاه. يعني عملت الصدفة اهو سلسلتين، هعمل معاكم بس ايه حتة من الدور ده، وتعملي بقى ايه عدد اللي انتي عاوزاه، او عدد الصدفة اللي قصدي سوري عدد السطور اللي انتي عاوزاه. سلسلة بيبقى هنا بقى ايه، بعد ما كان هنا فراغ واحد، هنا بقى فراغين، هنا بقى 3 فراغات. ادي فراغ، التاني، التالت. زي ما قلت لكم كل سطر الفراغات دي بتزيد معايا، عشان ده اللي بيسبب كبر الوحدة. اول فراغ بعد ما عملت السلسلة، اول فراغ بدخل اعمل فيه عمودين، تاني وبعدين سلسلة، تاني فراغ بعمل فيه عمودين كمان، سلسلة، وبعد كده بعمل برضو عمودين، سلسلة. الفراغ اللي هيقابلني بعد كده هو فراغ منتصف الصدفة، بدخل اعمل فيه ايه، بدخل اعمل فيه صدفة، ونمشي بنفس الطريقة دي لنهاية الدور. وزي ما قلت لكم هنمشي بنفس التسلسل ده وبنفس الطريقة دي لغاية ما الوحدة تبقى معايا قد ما انا عاوزة. المقاس اللي انا بعمله انا عاملاه 7 ادوار. ادي دور 2 3 4 5 6 7، انا عامله 7 ادوار. فرضنا انت بتعملي البنوته مقاس اصغر، مقاس سنه مثلا، وليكن مقاس سنتين، هتبصي تلاقي ان الوحده كده خلاص تمام. برضو هتعملي وحدتين جنب بعض زي ما قلت على البلوزه اهي. فرضنا مثلا ان البنت اللي انت هتعملي لها ماشي بلوزتها صغننه كده، وليكن انا صغرت كده شويه، وليكن ان البلوزه اللي هتعمليها للبنت انت مقاس سنه مثلا او مقاس سنتين او حسب، هتعملي كده ماشي. دي انا بعملها بصوا انا يعني وانا عامله غقص واحده واحده، بقوم يعني ما بعملش الاتنين، بعمل الاول واحده عشان اشوف السطور اهي، وبروح حاطه الابره كده واروح شايله الوحده وحطها جنبها، كفت الحته التانية تمام، ما كفتش بزود سطر كمان، وبيبقى الوحدات بعد كده بتاعتي كلها نفس المقاس ماشي. يبقى كده دي لو مقاس اصغر انا كده هتبقى الوحده بتاعتي كده تمام، لكن انا عشان المقاس بتاعي اكبر فبحط الوحده دي كده. الله لا ده لسه بدري، ما جابتش النص، هكبر الوحده، بفضل اكبر السطور لغايه ما انا عاوزه. زي ما قلت لكم ان شاء الله هتعملي مقاس ليكي انت، بلوزه ليكي انت، هتفضلي تكبري في الوحده دي لغايه ما تبقى نص بلوزتك من فوق تمام. هنكمل بقى السطور بتاعتنا دي، وبعد كده هوصلها ل7 سطور وهقطع الخيط ماشي. هخلص دي اوصلها ل7 سطور ونشوف بنقفلها ازاي ونرجع مع بعض. خلصت الوحده خلاص يا بنات، زي ما قلنا ال7 سطور، وبنيجي هنا على اول سلسله فوق او اخر سلسله اللي هو من فوق، زي ما بتقولي اول او اخر اهي، وبقفل بمنزلقه وبعمل غرزه تثبيت كده وبس. وطبعا بتخفي الخيط ده معاكي تحت الشغل، يا اما بابره تنظيف يا اما بابره الكروشيه براحتك زي ما بتقفلي، يعني قفليها كويس. هنا في غرزه البدايه هنا انا ليه عملت سلاسل ما عملتش دايره سحريه؟ علشان دي تبقى امان، مهما تغسلي فيها وترميها في الغساله وتشيلي وتحطي دي ما تفكش منك ابدا ماشي. انت ممكن تعملي الوحده دي زي ما انا عامله بجنجاه كده، انا عامله بخيط جنجاه زي ما انا عامله بخيط جنجاه، او تعمليها مثلا ممكن سطرين من لون سطرين من لون سطرين من لون وتشكلي الوحده براحتك. ممكن تعملي وحده لون ووحده لون ووحده لون براحتك، دي بقى معاكي انت وحريتك وخيالك ماشي. خلصنا الوحده بتاعتنا زي ما قلت مقاس 5 سنين، عاملاها من 7 سطور. هعمل كام وحده كمان غير دي؟ البلوزه 14 وحده.
هنخلص ال 14 وحده ونرجع مع بعض ان شاء الله بامر الله نشبكهم. اشوفكم على خير. اهي يا بنات خلصت خلاص ال 14 وحده اللي قلنا عليهم، خلصناهم الحمد لله. ودي انا نضفت كله، فاضل دي بس ما نضفتهاش، هننضفها مع بعض عشان اوريكم طريقتي في التنظيف. كل اللي بنحتاج له عشان ننضف الوحده مقص وابره تنظيف، ويا ريت الابره تبقى معدن مش بلاستيك، لان الابر البلاستيك في الخيط ما بتبقاش ظريفه. بصوا الابره اهي، ما بلضمش الخيط، لا بدخل الابره في النسيج بتاع الشغل بتاعي اهو. دخلت الابره كده، باجي هنا بعد ما بدخل الابره وخلاص في الغرز اللي انا هخفي فيها بلضم الابره اهي تمام، واروح شد كده. خلاص خفينا الخيط، هنقص بقى الزياده وامناها اهو. التانية دي او الاخيره دي اهي ماشي. بصوا هي كده، بروح عامله مدخله الخيط بتاعي لظهر الشغل. خدوا بالكم احنا بنخفي في الظهر، ولازم تبقي مركزه وعارفه الوحده ظهرها من وشها، علشان خاطر ما تعمليش وحده وش ووحده ظهر ووحده وش ووحده ظهر، تبقي عارفه انت بتعملي ايه. بدكك برضو الابره كده في الشغل اهي، وبعدين بلضمها واشد بس كده اهي، واقطع بتاع الخيط. المرحله بقى الجايه هنشبك الوحدات بتاعتنا، هنشبكهم. لازم نركز في الحته دي كويس قوي 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 قوي. هو التشبيك سهل جدا سهل جدا، ما فيهوش حاجه، بس ركزي معايا تعرفي ايه رايح فين. تمام، نتوكل على الله ونشبكهم. عايزه اوريكم تصور للوحدات قبل ما نشبكها، يعني عشان تبقي عارفه الوحدات دي ممكن تكون متشبكه ازاي. تمام، اول حاجه احنا هنظبط الالوان براحتنا بتاعتنا، ولو انتي عامله بقى بجنجاه زي، لان زي ما انتم شايفين كده قطع طالعه فاتحه وقطع طالعه غامقه وكده. اول حاجه هبتدي اعملها اني انا هعمل اظبط الاول القطعتين اللي هحطهم قدام في الصداره كده زي ما بيقولوا، وايه واحدد انا هعمل ايه. اول حاجه هعمل ايه، هجيب القطعتين اللي هركبهم، اخلي وش الشغل ده الوش وده الظهر، هخلي وش الشغل لتحت ماشي، ودي برضو اهي وش الشغل لتحت. الظهر ده اللي ليا. تمام، هنحط قطعتين جنب بعض بالشكل ده، قطعتين جنب بعض بالشكل ده. وبعدين القطعة التالتة وش الشغل برضو لتحت، وش الشغل لتحت، وبحطها هنا. بصوا ازاي، في هنا 8 اهي، بحط دي القطعة دي هنا كده كده. دي هتبقى الظهر اللي هنحطها دلوقتي بقى الوش. هنجيب قطعة كمان، المرة دي بقى هخلي وش الشغل ليا، مش للأرض، لا ليا، وهحط دي على دي بنفس رسمتها كده اهي. وبنجيب واحدة كمان اهي وبنحطها على دي، وشها برضو لينا اهي، بقت دي كده اهو اهي. تمام كده. وقطعة كمان وبحطها على التالتة دي وبرضو وشها ليا. اصبح ان اللي تحت دي الظهر وادي الوش ماشي. بعد كده بجيب قطعتين، القطعتين دول هحطهم هنا، بس القطعة هتبقى هنتنيها عشان تبقى نصها لتحت ونصها لفوق، او نصها للظهر ونصها للوش. هنتنيها ازاي؟ الوحدة بتاعتنا اهي، هجيب دي على دي واخلي البوزة دي لبره ودي لبره. بصوا دي اهي على دي كده اهي،
بقى عندي بوزه كده وبوز كده اهو، ماشي. واحطها هنا. دي هتتشبك ازاي؟ هنمشي عليها من هنا لهنا 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 كده. الناحيه دي هتبقى مع اللي قدام، واللي تحت هتبقى مع اللي ورا. بتنيها على عدلتها، يعني الوش لبره والظهر لجوه اهي. تمام كده، يا رب تبقى واضحه. احنا هنشبكهم مع بعض، بس انا بوريكم التصور عشان لو واحده هتشبك مع نفسها تشبك، ماشي. وادي واحده كمان هنعملها زي دي. هنعمل ايه؟ ادي بوز اهو، وادي بوز اهو. بطبقها كده كده. بعد ما طبقتها كده، الوش طبعا ليا والظهر الشغل لجوه اهي، وبحطها هنا. هتتشبك ازاي؟ زي دي بالظبط. هنمشي كده كده كده. تمام. ادي كده وش البلوزه. طيب فين بقى دراعاتها وفين ايديها والكلام ده؟ هوريكم. هنجيب قطعه ونطبقها نفس التطبيقه اللي طبقناها هنا، اللي هو في بوز اهو وبوز تحت. بقوم تانياها كده، ظهر الشغل لجوه وش الشغل ليا. وبحطها فين؟ وبحطها هنا هنا، ماشي. شايفين دي؟ هقربها شويه. شايفين ده اهو؟ هتتحط هتتشبك كده هنا بالطريقه دي برضو. النص ده مع اللي تحت، والنص اللي فوق مع دي. وواحده كمان هنتنيها برضو بنفس الطريقه، الظهر لجوه. هتمتني كده برضو وتتحط هنا مع دي. تمام كده. بعد كده عايزه تسيبيها كده قط كده براحتك. حابه تعملي الاكمام، ماشي. هنجيب وحدتين اهم. الوش ده ليكي والظهرين قدام بعض، والوحدات دي بقى وهي مفروده اهي هتركب هنا. 2 هيبقوا هنا. هيركب ايه؟ دي طبعا هتبقى كده، دي كده اهي هتبقى كده. وكمان وحدتين اهم، الظهر على الظهر، الظهر على الظهر. بحطهم على بعض. ودي بتركب فين؟ بتركب برضو هنا. تمام. وبتبقى البلوزه بعد ما بتتركب بتبقى شكلها كده. خلصت رصتها معاكم. نبتدي بقى ايه؟ نجمع مع بعض. اول حاجه هنجمعها، هنجمع القطعتين اللي في الظهر تحت، هنشبكهم مع بعض. نشبك بقى القطعتين مع بعض ازاي؟ هنمسك، احنا هنشبك الحته دي في دي بس. هنجيب الخيط بتاعنا قلنا اللي احنا اشتغلنا بيه، وهندخل من قلب الصدفه ومن قلب الصدفه اللي قدامها وندخل الخيط. نعمل ايه؟ نعمل غرزه تثبيت كده، ماشي. وبعدين باجي كل غرزه باخدها مع اللي قدامها. طب ازاي؟ في كل غرزه تحت الحلقه في حلقتين اهم، وحلقتين في الناحيه التانية اهم. انا بدخل بخلي الخيط ده لتحت اهو، وبدخل تحت الحلقه. اول غرزه هتقابلني الحلقه الخلفيه او الاماميه، بالنسبه لي الحلقه اللي ناحيتي، والحلقه في الغرزه اللي قدامها المقابله ليها، مش اللي بره، لا اللي جوه اهو. وباخد لفه على الخيط، قصدي لفه سوري من الخيط على الابره، وبطلع من ال3 حلقات اللي قدامي.
وباجي ادخل الغرزة اللي بعدها اهي، والناحية دي الغرزة اهي، وباخد لفة على الابرة وبطلع من الثلاث حلقات مع بعض. تاني الغرزة اللي عليها الدور اهي، باخد اللفة اللي ناحية جوه الشغل، وهنا برضو اللفة اللي ناحية جوه الشغل المقابلة ليها، واخد لفة على الابرة واطلع من كل الحلقات مع بعض التلاتة مع بعض. اهي وما تقابلها، واخد لفة واطلع من كله. تمام، بمشي بنفس الطريقة دي لغاية ما اشبك كلها. نعمل مع بعض غرزة كمان. انا عندي الخيط اهو بيبقى من جوه الشغل سايباه تحت كده ماشي، وباجي برضو هتبقى هوضحها لكم تاني في تجميعة قطعة تانية تكون افتح شوية، لان القطع جه حظي في القطع غامقة ماشي. بدخل اهو واللي قدامها اهي، واخد لفة واخرج من التلاتة مع بعض في نفس الوقت ماشي، علشان تتكون الشكل ده عندي. ثواني، دي بداية الخيط عشان يتكون الشكل ده ماشي. هكمل لنهاية السطر ده، اقفلها كلها وارجع لكم. وهنا اهو خلاص خلصت اخر غرزة اهو، وهقطع الخيط وهقفل. وطبعا هننضف ونضفي شغلك اول باول علشان ما يضايقكيش وانتي ايه في الاخر كده ماشي. اهي شايفين القفله عامله ازاي، او التشبيكه شايفينها عامله ازاي كده. احنا شبكنا، قلنا الاتنين اللي احنا كنا قايلين عليهم اللي جنب بعض هنا، الاتنين اهم. هنشبك بقى واحده هنا اللي هي بنحطها هنا. تمام، بنفس الطريقه اللي شبكنا بيها دي هنشبك بيها دي، بس من فين بقى لفين؟ من هنا، ونمشي كده 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 لغايه هنا. يعني هنشبك ضلعين، ضلع ده والضلع ده. هنعمل ايه؟ الوش اهو، هنحط الوش على الوش ونمسك ماشي الضلع ده اهو كده الاول، وندخل هنا ونعمل ايه؟ نوصل الخيط بتاعنا. وبنفس الطريقه الاول هنعمل هنا غرزه تثبيت في نص الصدفه مع بعض، عقده كده، عقده تثبيت ماشي. زي ما قلنا وش الشغل. ثواني، انا عملت الظهر مع الظهر كويس، انا لسه بقول لكم ما تتلخبطوش وانا اللي اتلخبطت ماشي. احنا بنشبك على الوش مش على الظهر. فادي ايه الظهر اهو قدام الظهر، وايه وهدخل هنا واعمل غرزه اللي هي لسه قايله لكم غرزه تثبيت، هنثبت بيها الشغل هنا في وسط الصدفه. تمام، والخيط بتاعي ده زي ما قلنا هننزله هنا في وسط الشغل، الخيط اللي انا بشتغل بيه اهو. وبعمل ايه؟ بدخل في اول غرزه اهي، بس بدخل في الحلقات اللي ناحيتي، الحلقه قصدي اللي ناحيتي مش تحت الحلقتين، الحلقه اللي في نص الشغل اهي ماشي. والحلقه اللي قدامها المقابله ليها بدخل فيها برضو، واخد لفه على الخيط اللي انا دخلته جوه ده، اخد لفه على الخيط هنا واطلع. انا معايا هنا 3 حلقات على الابره، هاخد لفه واطلع من ال3 حلقات مره واحده اهي. تمام، هيجي الغرزه اللي عليها الدور اهي، بدخل على اللفه اللي ناحيه جوه، اللفه اللي ناحيه جوه واللي مقابله ليها اللفه اللي ناحيه جوه. بقى معايا 3 لفات على الابره، باخد لفه من الخيط ده على الابره واخرج من ال3 مره واحده ماشي. اللي بعدها غرزه اهي ماشي. تاني يا بنات الغرزه
اللي جوه الشغل اللي ناحيه جوه. احنا عندنا لفتين اهم. هقرب الشغل التصوير. ماشي. عندي حلقتين اهم. بدخل في الحلقه اللي ناحيه جوه الشغل، ومن الحلقه الغرزه اللي قدامها برضو الحلقه اللي ناحيه جوه الشغل، واخد لفه على الابره واخرج من الثلاث حلقات اللي عندي على الابره مره واحده. تاني الغرزه اللي عليها الدور بدخل في اللفه اللي ناحيه جوه الشغل، والناحيه التانية اللي قدامها نفس الغرزه اللي قدامها باخد اللفه اللي ناحيه جوه الشغل، واخد لفه على الابره واخرج من الثلاث حلقات مره واحده. ماشي. هقفل بنفس الطريقه دي اهي. همشي نفس التشبيك ده، همشي كده 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 لغايه ما اوصل هنا، اشبكها برضو زي ما قلنا. هنشبك كده 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 كده، ودي هنشبكها مع هنا كده. ماشي. ونمشي على دي لغايه هنا. هخلصها ونرجع نشوف هنكمل ازاي. اهي يا بنات بعد ما شبكناها، شايفين التشبيك شكله عامل ازاي؟ هنقطع ونقفل الخيط تمام كده. القطعه دي زي ما قلنا قطعتين اتنين اهم، والتالتة اهي. هنعمل واحده كمان زيها بالظبط، قطعتين هنشبكهم والتالتة كده، لان هتبقى واحده وش وواحده ظهر. يعني العينه دي هنعمل كمان زيها اهو. جبنا قطعتين كمان اهم، هنوصل برضو الاتنين بنفس الشكل، هنقفلهم من هنا بنفس الطريقه، هنوصل بنفس الطريقه من هنا. والتالتة هنركبها برضو كده ونقفل برضو بنفس الطريقه، عشان يبقى عندنا زي ما قلت نفس القطعه دي اللي هما 3 متركبين مع بعض شبه خلية النحل كده. ماشي. هنوصل ال3 مع بعض، وبرضو زي ما قلنا نراعي ان احنا بنشبك التقفيل بتاع التشبيك ده بيبقى من فوق الشغل مش من تحت. تمام. هنخلصه ونرجع نخلص القطعة دي ونرجع ان شاء الله. ادي ال3 يا بنات اللي عملناهم دول، وادي ال3 التانيين. ماشي. هنحطهم على بعض كده، بس نراعي ان الوش بتاع دي ده الوش هقلبه واخليها على الظهر. انا عايزه الظهر اللي يبقى ليا. ماشي. والتانية الوش اللي ليا مش الظهر اهو بقوا كده. ماشي. طيب زي ما قلنا قبل كده القطعه اللي عليها الدور ايه اللي هتركب، القطعتين اللي هيركبوا هنا، هنجيب دي وهنتنيها كده، وهنركب القطعة دي هنا كده. بصوا كده شايفين دي؟ انا دلوقتي هشبك دي من اول هنا اهي، همشي كده من اول هنا كده 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 كده، وبرضو هشبك من هنا واطلع لغاية هنا. احنا كده عملنا زي ما قلنا الجزئين دول، قطعتين هنا قطعة هنا وقطعة هنا، والتالتة ركبت كده. وادي قطعة بنفس الشكل برضو، قطعتين هنا وقطعة تحت هنا. هنحط القطعة دي الوش بتاعها لتحت، ده الوش لتحت ده الظهر، والقطعة اللي فوق الوش بتاعها ليا، يعني الظهر على الظهر هنحطها كده. هنركب بقى القطعة اللي عليها الدور، نجيب واحدة هنركبها ازاي. بصي انتي ماسكاها في ايدك اهو، هتعمليها كده وتخلي لي بوز من فوق وبوز من تحت، او صدفة من فوق وصدفة من تحت، وطبقتيها كده. ماشي. هتيجي تحطيها هنا في الجنب ازاي؟ بصوا هتركب كده، عايزه اوضحها لكم اكتر اهي. هنخيط او هنقفل او هنشبكها في بعض من الطرف ده. هنمشي كده تشبيك كده كده
لهنا، يعني هنشبك الضلع ده مع الضلع ده، ضلعين كده هنشبكه. ماشي. بعد ما نشبك دي هنعمل ايه؟ خدوا بالكم انت لما تمسكيها عشان تشبكي هتمسكيها تحطي الظهر على الظهر كده، ماشي، وتشبكي، وخدي بالك عشان ما تتلخبطيش. تمام، خدي بالك علشان ما تتلخبطيش. لو هتتلخبطي اعملي ايه؟ هاتي ماركر واشبكي الثلاث اضلاع، يعني هاتي علامه واقفلي واشبكي العلامه هنا، واشبكيها هنا تاني، واشبكيها هنا، ووصليهم. بعد ما توصليهم هتعملي ايه؟ هتحطيهم تاني بنفس الشكل ده ونجيب القطعه بتاعتنا دي تاني ونحطها كده. ده بعد ما نشبك دي هنحط دي كده، وبعدين نعملها كده ونشبك دي من هنا لهنا ونقفلها كده. هنقفل من فوق بقى كده علشان يبقى ده الجنب. اتمنى يبقى واضح. هشبك معاكم الخيط واوصل معاكم حته علشان ما نتوهش من بعض. انا عارفه هي بس اللي فيها التشبيك. ماشي. احنا قلنا هنشبك دي من هنا، فاحنا هنقوم ماسكينها كده اهي على بعض اهي. ماشي. واعمل كده واهي، وادخل في نص الصدفه دي مع نص الصدفه دي واعمل كده ايه؟ غرزه للتثبيت. ماشي. وامسك بقى الشغل بتاعي واقفل. تمام. هنعمل ايه؟ اهو زي ما قلنا الغرزه دي الداخليه مع ما تقابلها الناحيه دي اهو، واخد لفه واخرج من التلاته اللي بعدها مع اللي قدامها، واخد لفه على الخيط واخرج من التلاته. هفضل ماشيه كده بنفس الطريقه زي ما قلنا لغايه ما نقفل الثلاث اضلاع، قصدي الضلعين، سوري. ادي ضلع وادي التاني. هخلصها لغايه هنا وارجع لكم. وزي ما قلت لكم اللي بتتلخبط هتكون شبكه الاماكن بعلامه زي ما قلت من الاول خالص. اللي بتتلخبط هخلصها وارجع لكم. هنا اهو يا بنات بعد ما قفلتها زي ما قلنا هنراعي ان احنا بنقفل على وش الشغل، يعني الخط ده بيبقى في الوش مش في الظهر. الظهر بيبقى شكله كده. انا قفلتها اهو من هنا لهنا زي ما قلنا. هنجيب بقى القطعه دي نخلي الوش لينا ونحطها كده. ماشي. ودي بقى هنمشي بيها ازاي؟ اوضحها لكم. القطعه اهي هنقفل ازاي؟ احنا قلنا ان احنا عايزين الطرف ده يبقى لتحت كده لبره اهو ده. ماشي. هعمل كده، ده تحت اهو بره اهو، الصدفه دي بره اهي. وهعمل كده وهشبك من اول فين؟ هشبك بالخيط من هنا. الصدفه اللي انا كنت مدخلاها مع دي هاخدها برضو وادخلها مع دي اهي كده اهو من هنا. اوريكم. وتاني يا بنات بكرر اللي بتتلخبط اشبكي بعلامات الاماكن اللي هتوصلي فيها اهو. الصدفه دي اهي هاخدها مع دي اهو. ماشي. وهوصل الخيط عقده اهي علشان التثبيت. بصوا اهي هوصلها من هنا اهي وهقفلها كده. خلصها لغايه هنا وارجع لكم تاني ان شاء الله. اهي بعد ما خلصتها يا بنات ركبتها. بصوا كده هنعمل اللي عملناه هنا في الحته دي الجنب التاني. القطعه اللي عليها الدور برضو هطبقها بنفس الطريقه اللي قلت عليها، اللي هو عايزه بوز من تحت وبوز من فوق. امسكي كده، امسكي كده طرفين واتنيها كده. تمام. اهي بقى معاكي طرف فوق او مروحه فوق او صدفه فوق وصدفه تحت. وهتمسكيها تعملي دي كده وهتتحط هنا الطرف ده. مش باين؟ احنا قلنا
اهي دي نازله كده، والطرف ده هنشبكه مع ده وده مع ده كده، هنمشي بقى كده 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 كده، نقفل كده لغايه هنا. بتتلخبطي هتجيبي تاني ماركر، تحطي ماركر هنا وماركر هنا وماركر هنا، عشان وانتي ماشيه تبقي عارفه انتي ماشيه ازاي. بعد ما هقفل دي كده هحط دي واقفل بنفس الطريقه اللي هنا برضو، دي ايه كده اهي وكده. تمام، نقفلها بقى ان شاء الله مع بعض وارجع لكم نشوف هنعمل ايه. اهي يا بنات بعد ما شبكتهم اهم، وادي شكل البلوزه بتاعتنا. هنركب بقى الاكمام او الكتاف بتاعتها. ماشي، هنجيب قطعه او وحده، هنجيب القطعه دي اهي، هنعملها نفس ما عملنا هنا. البوزه دي اللي همسكيها كده، البوز ده كده اهو، تمسكيها كده ماشي واقفليها كده، يبقى في بوز الناحيه دي وبوز الناحيه دي، وتمسكيها كده هتتحط. شايفين الحرف بتاع الوحده اللي من فوق دي ودي، هنيجي هنا عند دي ونعمل كده، والقطعه اللي تحت هنركب من هنا لهنا. وزي ما قلت لكم قبل كده، اللي بتتلخبط اشبك الحتت اللي هتعمليها بماركر اهي. نشبك دي مع دي الاول، وبعد ما تتشبك هحط دي كده واشبك دي مع دي كده. تمام، علشان يديني الشكل ده. وبرضو هنروح الناحية التانية نعمل نفس الموضوع ده. هنجيب الوحدة التانية ونتنيها كده ونركبها برضو هنا. تمام، هركب الاتنين وارجع لكم ان شاء الله بامر الله. اهو بعد ما ركبت وقلنا ركبنا الاكمام دي يا بنات ماشي، هنعمل ايه؟ عايزه تسيبيها كده قط كده، عاوزه تسيبيها قط كده جميله وشكلها حلو وظريفه وحلوه قوي في اللبس. عاوزه تعمليها بتلتين كم ماشي. هنجيب الوحدتين دول اهم، وتحطي الظهر مع الظهر اهو، وبعدين هتقفلي من ناحيتين، من هنا لهنا ومن هنا لهنا. يعني هنقفل الجزء ده والجزء ده ماشي، علشان تبقى كده اهي مقفوله كده من ناحيتين. وبعدين بنعمل ايه؟ بنيجي هنا بعد ما قفلنا من الناحيتين دول كده، بنيجي هنا ونحطها كده. تمام، وبعدين نقفل اهي من تحت مع اللي تحت ومن فوق مع اللي فوق. اقرب بس الصورة ماشي اهو، من تحت كده مع اللي تحت ومن فوق هنقفل دي. يعني بنقفل ايه كده، ادي ضلع وادي ضلع من تحت ومن فوق. والتانية برضو هنقفل دي برضو زي ما قلنا، هنقفل الناحية دي والناحية دي، وبعدين نحطها كده ونركبها كده. عايزة بقى زي ما بقولك تسيبيها قط براحتك، عايزة تركبي الأكمام دي براحتك. كده خلاص يعتبر خلاص خلصنا البلوزة بتاعتنا. انا خلاص هركب الأكمام دي وانزل لكم الصورة بتاعتها. البلوزة دي بتلبس بنت من 5 ل6 سنين، ظريفة وحلوة قوي. ممكن لو حابه بقى تعملي بقى حركه فيها كده وتحطي فيها شراشيب من تحت او اي حاجه بقى، الدلع بتاع الصيف والكلام ده طبعا انت براحتك خالص. البلوزه ما كملتش 200 جرام، ما كملتش 200 جرام. صاد من ال 200 جرام كتير. اعملوها هتعجبكم قوي ان شاء الله بامر الله، وسهله وبسيطه. هو يمكن الشرح خد وقت عشان التجميع واخد شرح، بس يعني واخد وقت في الشرح، لكن هي كوقت عايزه اقول لكم ان انا ابتديت البلوزه دي امبارح.
امبارح خلصت الوحدات والنهارده قعدت صورت معاكم بقى الوحده وصورت معاكم. يعني بسم الله ما شاء الله ما بتاخدش وقت خالص خالص. الوحده دي سلسه وسريعه وبتجري بسرعه، والتوصيل ما بياخدش وقت، هو خد وقت في الشرح بس. لو في اي سؤال او اي استفسار حابين تستفسروا مني او تسالوني عن اي حاجه، سيبوها لي في الكومنتات، ان شاء الله هجاوب عليها. واشوفكم على خير. و في حاجه كنت عايزه اقولها لكم، نسيت اقولها في اول الفيديو، ان لقيت ان اكتر اللي المشاهدات اللي عندي في الفيديوهات لناس مش عامله اشتراك. يا ريت اللي مش عامله اشتراك يا بنات وحابه تبقى متواجده فضلا وليس امرا تعمل اشتراك في القناه. لو انت حابه، مش حابه خلاص طبعا على راسي يعني. بس كده، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هحط لكم دلوقتي صور البلوزه بعد ما خلصت.